السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ شايفين النهارده كده اليوم بتاعنا بادئ بطماطم طماطم وكله كده من اوله طماطم. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بقى في فيديو جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناه لو اول مره تشوفيني، من كلمه اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو، وكمان فعلي الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. النهارده فيديو جديد ويوم جديد. وزي ما انتوا شايفين كده بدأت اليوم بتفريز للطماطم. انا كنت عملتها مره واتنين قبل كده معاكم، عملتها كذا مره، بس كان في حد سألني عليها وانا ما حبيتش ابدأ معاكم من الاول. شايفين اللي حصل؟ شايفين اللي حصل بالهاند بلندر؟ بس الامور تحت السيطره وان شاء الله هننضفها. ف... فاول حاجه عملتها ان انا مسكت الطماطم، كنت جايبه كميه كويسه يعني من السوق، ومسكتها غسلتها وقطعتها في الحلة كده النصين، وشلت الجزء اللي فوق، وحطيتها على النار على حلتين من غير ولا نقطة مية. وزي ما انت شفتها كده في الحلتين سبتها لغاية ما حسيت ان هي خلاص اتهرت خالص، وبدأت كده سبتها تهدى وتبرد يعني من السخونية. بعد كده رحت مسكت اول حلة ضربتها بالهاند بلندر كويس، وما تقلقيش كل ده هنصفيه وهيطلع في المصفى، مش هيبقى لي غير طماطم صافية من غير ولا بذر ولا قشر. فزي ما انتوا شايفين كده اول حاجه مسكت اول حله بعد ما ضربتها كويس بالهاند بلندر. ما رضيتش برضو ان انا يعني اضربها في الخلاط عشان ما اقعدش اعمل شفشق شفشق، لا هو بالهاند بلندر كله كده مره واحده في الحله. بس اهم حاجه تكون يعني بردت معاكي شويه. مسكت بقى جبت حله تانية وجبت الطماطم، وبدات جبت المصفى كده وان انا اعمل احط حبه واصفيهم زي ما انتوا شايفين كده. بصفي تكون مصفى ضيقه شويه عشان خاطر القشر والبذر ما ينزلوش معايا. شايفين وصلوا معايا لغايه ما انتوا شايفين كده القشر دول، بروح راميه. هفضل بقى كده اصفي في كل الكميه اللي عندي. وعايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا جدا جدا، فان انت بتبقى عندك طماطم متفرزه. لو انت بتشتغلي، لو انت عندك عزومه مفاجاه، لو انت اصلا بتحبي تفرزي الحاجات وتخليها عندك، الطريقه دي حلوه جدا بتوفر وقت. دي حاجه. تاني حاجه لما تكون الطماطم عندك غاليه، في الوقت ده هتنفعك ان انت تطلعي منها. بدل ما تشتري مثلا عايزه تعملي محشي وهتشتري 2 كيلو ولا 3 كيلو ب 30 جنيه، لا هتلاقي نفسك عندك الاكياس في الفريزر موفره 30 جنيه مره واحده. يبقى فاضل بس ان انت مثلا لو هتجيبي رز او كده. طبعا كلنا عارفين كارثه الرز، انه غالي وكده، فمش هيبقى نشتري رز غالي وطماطم غاليه فيعني نوفر في حاجه. المهم بقى زي ما انتوا شايفين كده، وعملت اول حله مليتها ما شاء الله صفيتها. وجيت بقى الحله التانية دي رحت حطيتها في الاولانيه عشان اعرف يكون عندي حله ان انا اصفي فيها. وهضرب برضو كده بقى الباقي ده بالهاند بلندر، هضربه بقى كويس لغايه ما الطماطم كلها تتهري معايا. وعايزه اقول لكم زي ما انا قلت لكم برضو ما رضيتش ان انا اعملها بالخلاط عشان اوفر وقت يعني وكده. هضرب بقى كويس وزي ما انتوا شايفين كده مسحت الطماطم. بس عايزه اقول لكم بجد ان الهاند بلندر ده يا جماعه اختراع اختراع بجد، حاجه كده وهم. بيوفر كتير كتير كتير، بدل ما اطلع المحضر على بعضه ومش عارفه ايه وكده. لا هو بصوا، ايد كده واحده بتتغسل وخلاص. يعني بتضربي طماطم، هتضربي فول، هتضربي عدسه، هتضربي بصاره، بتعملي صلصه للطماطم، يعني اي حاجه، بتعملي عصير في لحظه واحده بتعملي. بس زي ما يعني خلي بالك منه عشان الموتور بتاعي ما يبصش، يعني ما تضربيش بيه حاجه تكون ناشفه. المهم بقى هنا كنت خلصت كمية الطماطم وضربتها وصفيتها وجهزتها في في حلتين، وسبتهم في التلاجة عشان ما كانش عندي اكياس. ولما جبت اكياس كيستها زي ما انا يعني مع نفسي عشان ما صورتها لكوش، وحطيتها في الفريزر اكياس. عملوا معايا كمية كويسة ما شاء الله. المهم بقى في نفس اليوم ده كنت جايبة سمك، ما مرت السوق بقى كده مرة واحدة. جبنا سمك، جبت بقى كده اللي هو 4 وحدات كده من البوري، وجبت 4 وحدات من البولتي. بصوا بقى هنا شايفين ما خدتش بالي ان انا طلعت واحده بوري، هشيلها واجيب مكانها البولتي اللي كنت سايباها في الكيس. بصوا بقى انا البولتي هعمله في يوم، والمكريل هعمله في يوم، اللي هو اللي قصدي البوري. بس هصور لكم الاتنين في مقطع واحد في نفس الفيديو، يعني هتلاقوني في نفس الفيديو هنا عامله الوصفتين. المهم بقى هنا رحت جايبه معلقتين كبار من الدقه اللي ربنا يخليها لي ماما، بصراحه بدعي لها كل ما اطلع الحاجات دي، بدعي لها. عاملاها لي، ولا بقى اقعد اقشر في توم ولا اضرب في مش عارفه ايه ولا اي حاجه. هي بطلع معلقتين منها واعصر عليها ليمون، واحط عليها معلقه كمون وكزبره كده وخلاص على كده. جبت بقى السمك، رحت مديله تشريطه كده بسيطه، بس عشان ما كانش كبير قوي فاديت له شرطه واحده بس من النص.
وتبلت بقى بيه السمك كده، وركنت السمك سبته على جنب، والمعلقه الزايده دي هسيبها في التلاجة لتاني يوم هعمل بيها ايه ال- السمك البوري. بس زي ما انا قلت لكم يعني كله هيكون في نفس الفيديو. كملي معايا الفيديو للاخر هيعجبك ان شاء الله. المهم بقى هنا ايه، رحت سبت السمك يتبل، وبعد كده ايه حطيت بقى هنا البصل على النار عشان هبدأ اجهز الرز. جبت بقى حله وعلى النار، ورحت مقطعه بقى البصل كده قطع صغيره على ايدي، زي ما قلت لكم ان في حاجات معينه مش بحب اضرب فيها البصل، يعني في الكبه وكده. وجبت بقى حته كده من الفلفل، وعايزه اقول لكم دي كانت حته صغيره بس كانت نار مولعه. ما كنتش عارف انها حراقه كده، وعايزه اقول لكم ما عرفتش اكل منه ابني يعني. المهم بقى هنا رحت ايه جبت بقى زيت، وبدات كان انا اشوح البصل مع الفلفل لغايه ما ايه ما يصفر معايا. وكنت بقى مطلعه سايبه شويه من الصلصه اللي انا يعني ايه دي، كانوا معلقتين عندي في التلاجة، كنت عامله صلصه تقريبا لمحشي او حاجه، فايه كانت متبقيه عندي، فرحت ايه بدات بيهم كده، شوحتهم تشويحه كده، وبعد كده رحت ايه نازله بالحبه التانيين اللي انا كنت سايباهم في طبق. شايفين الطماطم بتاعتنا حاجه كده زي الصلصه البرطمانات، صافيه وحمرة وجميله، حلوه جدا جدا، جربيها بالطريقه دي هتعجبك. خدت منها يعني معلقتين، ما رضيتش اكتر عشان لقيت الكميه ما شاء الله حلوه عندي. والباقي بقى ده رحت حطاه في كيس وايه في الفريزر. المهم بقى هنا بقى رحت ايه، كانت الصلصه ما شاء الله شايفين اللون عامل ازاي، اتسبكت معايا وبقت زي الفل. هبدا بقى كده ان انا اغسل الرز. انا بعمل الرز هنا احمر، ساعات بعمله معاكم صياديه اللي هو البني، وساعات بعمله الاحمر. فالمره دي بقى النهارده هنعمل اللي هو لونه ايه اللي هو بالصلصه ده. المهم بقى هنا رحت غسلت الرز وصفيته، ورحت جبت بقى حطيته على ايه على الصلصه. طبعا ظبطت الصلصه بتاعتي. وطبعا لما نزود لها ميه تاني هنشوف طعمها، يعني لو محتاجه ملح هنظبطه. المهم بقى هنا ايه قلبت كده الرز مع الصلصه، وبدات كده إن أنا انزل بالميه. اهم حاجه تظبط الميه بتاعتك، لان الرز ده مش زي الرز العادي او بالشعريه او بالبصل او الكلام ده اللي هو ايه بنغطي ونوطي ونسيبه. لا، الرز ده لو ما فضلتيش تقلبي فيه هتلاقي الرز نزل لتحت والصلصه طلعت لفوق، وهتلاقيه مسك في الحله ونشف. فالرز ده تهدي عليه جامد وتقلبيه فيه من وقت للتاني. المهم بقى هنا ظبطت الملح والكمون، اهم حاجه بقى الكمون بقى في اي حاجه فيها سمك الكمون بيكون حلو قوي. المهم ظبطت كده الملح وخلاص، بقى ايه هقفل عليه، وزي ما قلت لكم من وقت للتاني هفضل اقلب فيه. يعني هنا في الوقت ده وانا كنت شغاله بقلي السمك، كنت عماله اقلب في الرز، وكمان ايه كنت بكيس الصلصه. المهم بقى هنا ايه رحت جبت بقى الطاسه، وبدات كده ان انا ايه احمر في السمك زي ما انتوا شايفين. حمرت كده اتنين اتنين، وفي نفس الوقت كنت عماله اقلب في الرز عشان خاطر ما يلزقش معايا ويطلع كده ايه مفلفل وحلو. هحمر بقى ايه السمكتين التانيين. اهم حاجه بقى واهم تكه في السمك بقى لما تطلعيه بقى على منديل كده، تصفيه وتديله عصرة ليمونة من فوق ورشة كمون، بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. هتلاقي برضو المطاعم بتعمل حركة زي دي، بتعمل كده زي دقة كده اللي هي كزبرة على كمون على شوية توابل، وترشها على الوش ايه في الاخر. المهم بقى هنا ايه كنت خلصت كانوا دول اخر اتنين يعني وكده، وكنت عماله بقلب بقى في الرز كويس. وخلاص بقى تعالوا نشوف الاكل بعد ما خلص. شايفين الرز مفلفل ازاي وحلو ولونه احمر وحلو جدا، وادي السمك اهو بعد ما اتقلى وبقى برضو لونه ذهبي كده وحلو. وكده كان اليوم الاولاني بتاعي بالنسبه لي خلص. بس انا زي ما قلت لكم هحط لكم المقطع التاني بتاع السمك البوري وانا بعمله بتاع اليوم اللي بعده في نفس الفيديو، عشان يبقى احنا كده عملنا ايه استفدنا بوصفتين في نفس الفيديو. انا بقى كنت كمان عملت في نفس اليوم ده طبق سلطه خضراء كده. كده عملت الرز والسلطة والسمك، وكده اليوم بتاعي كده ايه خلص. تعالى بقى نخش على اليوم التاني. ده كان اليوم التاني. جبت بقى ايه السمك البوري، كنت طبعا غسلاه ومظبطاه وحطاه في التلاجة. جبت بقى معلقة على المعلقة الدقة اللي اتبقت من امبارح اللي هي بتاعة الفلفل دي، حطيت عليها ليمون وكمون وركنتها على جنب. وبعدين جبت الصينية، حطيت فيها ورق زبدة ودهنته سنة زيت عشان ما يلزقش في السمك. انا بحب اعمل الخطوه بتاعه السمك اللي هي ورق الزبده دي لما يكون عندي سمك بوري او مكريل او حاجه هتحطها في صينيه في الفرن عشان ما يلزقش يعني مني وكده. بعد كده رحت ايه جبت طبق فيه فلفل وطماطم وبصل وجزر وبقدونس. دي الحشوه اللي هنحشي بيها ايه السمك البوري. جبت بقى الجزر بشرته وبشرت معاه البصل. وبعدين رحت جايبه رشه البقدونس دي، هي حاجه بسيطه كده يعني كام عود كده بقدونس كانوا عندي، فقلت ايه هيدوني طعم حلو للخلطه بتاعه السمك.
بعد كده رحت جايبه برضو فلفل. وعايزه اقول لكم ان بعد ما خلصت وانا بلم الخضار اكتشفت ان انا ما حطيتش طماطم. هي الطماطم يعني مش هتضر ولا حاجه، بس يعني ايه، بتدينا طعم مسكر كده في السمك. المهم بقى ايه، بعد ما طبعا نسيت طبعا الطماطم، جبت بقى معلقه الدقه اللي انا عملتها دي وحطيت فيها عليها الكمون والليمون، رحت مقلباها مع الخلطه. بصوا حاجه كده تحفه. المهم بقى رحت جايبه السمك، طبعا شطفته تاني عشان خاطر كان في التلاجة يعني وكده. وجبت الصينيه ودهنت عليها زي ما على ورق الزبده سنه زيت عشان ما يعني ما يلزقش معايا وكده، ضمان يعني. رحت بقى جبت السمك وبدات كده ان انا ايه احشيه بالخلطه اللي انا عملتها. ساعات كنت بعمل خطوه تانية، ان انا بجيب الدقه اللي هي الثوم والفلفل اللي هي الحمرا اللي انا كنت بحطها على الخضره دي. ساعات كنت يعني بعمل بيها السمك الاول، بعد كده بحط الخضار، هي مش هتفرق يعني. المهم بقى رحت ايه خلاص رشيت بقى ايه الخضار كده على الوش واديتها سنه زيت وهدخلها الفرن. وهنا بقى كان السمك بعد ما طلع معايا، شايفين ما شاء الله لونه حلو جدا مستوي. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، ويا رب يكون عجبكم واشوفكم في فيديو